السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، مرحبا بكم معنا في هذا الفيديو اللي غادي نهضروا فيه على مؤسسة دار الحديث الحسنية بالرباط، باختصارا EDHH. هذه المدرسة خاصة بحملة وحافظة كتاب الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى هو الذي يحفظنا ويحفظ الذكر الحكيم. اللهم اجعلنا يا رب، اجعلنا من حامل كتاب الله في صدورنا ونطبقوه في افعالنا ويومنا. على اي حال ندخلوا في الحديث ونهضروا على هذه المؤسسه. هذه المؤسسه اللي كاينه في الرباط، وهي مؤسسه اللي سميتها دار الحديث الحسنيه بالرباط، والهدف ديالها انها كتكون علماء باحثين في مجال الدراسات الاسلاميه العليا المتخصصه. مده ديال التكوين 4 سنوات. شنو كتخرج منها؟ كيتخرج منها دبلوم الاجازه، اجازه دار الحديث في علوم الدين. مكان الدراسة كيف قلنا هو الرباط. عدد المقاعد ديال الدراسة فقط 40 مقاعد محدودة، 40 في كل فوج. ولكن بشرى لكم، فيها منحة ديال 1500 درهم شهريا طيلة مدة الدراسة. بالنسبة لمدة التكوين كيف قلنا 4 سنوات، منها السنة الأولى اللي هي كتكون سنة تحضيرية. الشروط ديال التسجيل يكون عندك بكالوريا ديال 2025 يعني ديال هذه السنة، أو بكالوريا ديال 2024 بمعدل 12 على الأقل، وجميع الشعب مقبولة. ركزوا معايا، البكالوريا ديال 2024 أو 2025 بمعدل 12 على الأقل، ثم جميع الشعب مقبولة، بشرط تكون حافظ لكتاب الله بالكامل، ثم لا يقل المعدل المحصل عليه في اللغة العربية والفرنسية والإنجليزية أو الإسبانية في سنتي البكالوريا عن 12 على 20. ضروري كيركزوا على اللغات، ما خصكش تكون جايب قل من 12 في العربية والفرنساوية والإنجليزية، ما تجيبش قل من 12 في سنتين ديال البكالوريا، يعني السنة الأولى البكالوريا والسنة الثانية بكالوريا. مراحل المباراة كاين اختبار شفوي، يعني أبخي ملي كيكون واحد الانتقاء كتكون اختبار شفوي في حفظ القرآن الكريم، وكيكون يوم 14 يوليوز 2025. ثم كاين اختبار كتابي كيسبقوا الاختبار الشفوي، لانه هو كيختبروا واش حافظ القرآن واش متمكن منه ولا لا. بعد ذلك عاد كيدوزوا الاختبار الكتابي. عليكم السلام. جميع المباريات ديما كيكون الاختبار الكتابي هو الاول، الا هادو اللي كيسبقوا الاختبار الشفوي على الاختبار الكتابي. الاختبار الكتابي اش كيكون فيه؟ كيكون فيه اختبار في الثقافه الاسلاميه، اللغه العربيه، اللغه الفرنسيه، اللغه الانجليزيه او الاسبانيه، بالنسبه للناس اللي عندهم اللغه الثانيه هي الاسبانيه. طريقه التسجيل ليس هناك موقع، عليك ارسال ووضع ملف بعنوان المؤسسه. كتصيفط، باقين هادو الوحيدين كنظن اللي باقين كيعتمدوا على الطريقه التقليديه. شنو هما الوثائق؟ ركزوا معايا. الوثائق المطلوبه في التسجيل: اولا طلب مكتوب كتكتبه بخط اليد ديالك، موجه الى مدير المؤسسه، يبين فيه شنو كتذكر فيه الاسم الشخصي والعائلي والعنوان ديالك ورقم الهاتف ديالك، وكتحدد اللغه الاجنبيه الاولى والثانيه اللي كتدرس، يعني غتكون الفرنسيه ثم لونجلي او الاسبانيه. ثم نسخه مشهود بمطابقتها الاصل مصحوبه بقرار المعادله عند الاقتضاء، الى عندك شي نسخه. ثم نسخة مشهود بمطابقتها الأصل ديال بطاقة التعريف الوطنية. ثم الكشف ديال النقاط ديال السنتين البكالوريا، الامتحان الوطني والجهوي بجوجهم. إذن نعاود معاكم: طلب كتابي كتحدد فيه الاسم ديالك، العنوان ديالك ورقم الهاتف ديالك واللغات الأجنبية اللي كنتي كدرس، الأولى والثانية. ثم نسخة مشهود بمطابقتها الاصل الشهاده المطلوبه اللي هي شهاده البكالوريا، مطابقه الاصل يعني ليغاليزي. ثم نسخه مطابقه الاصل ديال البطاقه الوطنيه، فوتوكوبي ليغاليزي ديال لاكارت. ثم ريلفي نوت ديال الامتحان الوطني والجهوي. العنوان غنخليه لكم لتحت، تدخلوا تلقاو هذه المعلومات اللي قلت لكم غتلقاوهم من تحت مع العنوان. اخر اجل للترشيح هو 1 يوليوز، يعني تقريبا باقي 18 يوم من اجل الترشيح. هذا هو اللي كاين، نتمنى لكم حظ سعيد. هذا هو اللي كاين. ما تنساوش تقيدوا في القناه، اللي عنده شي سؤال يطرحوه. شكرا والسلام عليكم.